السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. باذن الله النهارده هنعمل مع بعض احلى جلاش ممكن تجربوه في حياتكم. طريقة سهلة وجميلة قوي. اساور الجلاش باسهل طريقة. بجد جميل قوي، هيشرفك قدام ضيوفك. احنا داخلين على رمضان، كل سنة وانتم طيبين، فلازم بقى حلويات الشرقية، كنافة وجلاش والحاجات الحلوة دي. فلازم نعمل الجلاش بطريقة جديدة غير التقليدية، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. يلا بينا ندخل على الفيديو. معانا هنا مكسرات. المكسرات اللي متوفرة عندك، حتى لو فول سوداني، بس انا هنا معايا عين جمل وفستق وبندق و- وفول سوداني بالشكل ده. ومعانا كمان كوباية سمنة، كوباية حلوة سمنة بلدي كده. طبعا الحلويات الشرقية بتبقى عايزة السمنة. ومعانا كمان لفة جلاش، لو عايزة نص سمنة ونص زيت عادي جدا، بس لازم تكون في سمنة علشان ما ينشفش منك، الزيت بينشفه قوي. هنفرد بالشكل ده الجلاش. طبعا الجلاش يبقى طري لسه جايباه صابح، ما ينفعش يبقى في الفريزر وتستخدميه هيبقى متكسر منك. وهنفردها كده وهنقطعها من فوق كده لتحت بالطول بالشكل ده، وهنحطهم كده على بعض ونغطيهم بفوطة. لازم تغطيهم عشان ما ينشفش منك. وهنمسك ورقة ورقة ونسقيها كده بالسمنة، بس ما تكتريش. انا بعمل بالمعلقة، لو متوفر عندك فرشة عادي. احنا هنحط ورقة واحدة بس هنا انا حطيت ورقة كمان فوق الورقة التانية، علشان الورقة التانية دي صغيرة فبستخدمها يعني مع التانية. وهنلفها كده بالطول. طبعا بالنسبة لللف، لو عندك الخشبة بتاعة الشيش طاووق استخدميها. تمسكي اتنين كده وتلزقيهم في بعض ببلاستر وتشتغلي بيها عادي عشان تتلف معاكي زي ما انا بلف كده. لو مش متوفر عندك، انا كانت خلصانة عندي فكنت محتاجة ان انا اعمل، فطبعا فمش هينفع ان انا استنى وكده لحد لما اجيب. فاستخدمت اي حاجة من البيت، اي حاجة تكون نظيفة كده، زي خشبة الشيش طاووق يعني. الجيش قالك اتصرف، فلازم انت تتصرفي من البيت بأي حاجة. المهم تبقى النتيجة كده. لفيناها كده وخلينا الطرف خلينا سنتي كده، مش ما نقفلوش، ونقفلها بقى بالطريقة دي. هنعمل مع بعض كام واحدة عشان تبقوا شايفين انا بعمل ايه. هنعمل مع بعض كمان واحدة، هنسقيها بالسمنة، بس تسقيها كويس، ما تخليش حتة فيها وحتة لأ، لازم كلها تبقى مسقية بين السمنة عشان تبقى معاكي حلوة كده وماسكة نفسها وما تبقاش ناشفة. بصي هنلف كده، وانتي بتلفي تبقى مضيقة اللفة، ما توسعيهاش، وتبقى ايدك من الجنب ده ومن الجنب ده تظبطي عشان حتة ما تعلاش والجنب يعلى يعني، والجنب يبقى واطي بالشكل ده. وتلفي بالراحة، هتتلفي معاكي بكل سهولة، سهل جدا بالشكل ده. وهنسيب اخر حاجة منلفهاش، اخر سنتي، ونكرمشه كده، نكشكشه كده بصوابعنا من الجنب ده ومن الجنب ده، ونطلعه بقى من الحاجة اللي بتلفي عليها، ونيجوا عاملينه بقى قافلين الطرفين، نلزقهم كده في بعض، هيبقوا مع بعض كده بكل سهولة ومش هياخدوا معاكي اي حاجة. المهم الكرمشة تكون في وهي في الحاجة يعني اللي انت بتلفي عليها تكرمشيها. احنا نعمل مع بعض كام واحدة علشان تبقوا فاهمين برضو، تبقى الموضوع متسهل ليكم يعني، يبقى قدامكم الموضوع صوت وصورة عشان تبقوا فاهمين انا بعمل ايه. الشكل ده طبعا انتوا شايفين ايديا بتعمل ازاي. زي ما قلت لكم اخر طرف
اي اخر حاجة يعني اخر سنتي ما نقفلهوش، لازم يكون مفتوح علشان ده هيبقى القاع بتاعنا بتاع الجلاش عشان نحط فيه الحشوة، عشان لو ما عملناهوش الحشوة هتقع، انما كده يبقى سند الحشوة. بصوا، طبعا انت بقى بايدك تبقى تسويها وتظبطيها تخليها مدورة كده، وتلزقي الطرفين مع بعض هيتلزقوا بكل سهولة. وهنا بقى في الصينية انت بتحطي الطرفين المفتوحين ناحية الصينية كده، ناحية الحرف، علشان ايه ما يفكش منك، وتبقي تزنقيهم كده جنب بعض، تحطي كل واحدة جنب اختها علشان ما يفكش. انا عامل طبعا معاكم كذا واحدة علشان ما تهوش مني وتبقوا عارفين انا بعمل ايه. بجد سهل قوي وهيشرفك قدام ضيوفك، بجد لازم تجربيه لانه جميل قوي طعمه وشكله وكل حاجة. طبعا هنا نخلص الكمية كلها بنفس الطريقة بالشكل ده. طبعا هنا المكسرات كسرناهم كده او طحناهم في الكبة طحنة خفيفة ما تخليهمش ناعمين يعني، وهننزل عليهم على المكسرات بتلات اربع معالق من العسل البارد، علشان لما نقلبهم كويس عشان لما نحطهم في الجلاش ما يقعش من الجلاش، لازم الخطوة دي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هنا خلصنا الكمية وحطينا بقى نبتدي نحط الحشوة، وزي ما انتوا شايفين كده انا رصة في الصينية كل واحدة جنب اختها علشان يمسكوا بعض والكرمشة كده تبقى ثابتة وما يتحركش كده وما يفتحش معانا في الفرن. هنحط المكسرات والحشوة كلها في المكان اللي احنا عاملينه للجلاش بالشكل ده، ما تمليهاش قوي يعني يدوب معلقة صغيرة. وطبعا في الوقت ده الفرن يكون ساخن على درجة حرارة عالية كده، مش هياخد معاكي حاجة، مش هيكمل العشر دقايق، وعلى طول ما هتطلعيه وتعمليه تحطي عليه الشربات البارد. الشربات لازم يكون تقيل وبارد. الشربات انا ما صورتش معاكم عشان كان معمول عبارة عن كوبايتين مية عليهم كوباية ونص سكر عليهم نص ليمونة، وتحطيهم على النار. اول ما يغلي توطي النار لمدة 5 دقايق، بعد ما يغلي تسيبيه 5 دقايق كده وتطفي النار بقى وتسيبيه في مكان كده يبرد فيه وتسقيه بقى بالجلاش، بس المهم ان الشربات يكون بارد والجلاش سخن. بجد عايزة تتاكل وهي نية، بجد تحفة. طبعا دخلنا الفرن وبعد ما استوت تطلع بالشكل ده هنسقيها بقى الشربات. يا ريت لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسينيش باللايك والاشتراك في القناة لو ما اشتركتيش، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تبخلوش عليا كده بالاشتراك علشان انا والله بتعب في الفيديوهات، فلازم تشجعوني عشان انزل لكم وصفات حلوة كتير. احنا داخلين على رمضان كده فان شاء الله اعمل لكم وصفات حلوة، كل سنة وانتم طيبين، وما تنسونيش بقى في اللايك. بصوا بقى هنا بعد ما خلصنا كده طبعا لازم تسيبيه كده يتشرب، يقعد 10 دقايق كده ولا حاجة عشان يشرب الشربات كويس. وفتحت لكم واحدة عشان تشوفوها من جوه عاملة ازاي، بجد هشة كده وحلوة مفرغة من جوه وجميل قوي، وكل واحدة بوحدتها كده وماسك نفسه، بجد تحفة لازم تجربوه وان شاء الله يعجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة لو مشتركتوش، وتشيروا كده الفيديو عشان يوصل لكل الناس، وبحبكم في الله،
وهنا بقى اسيبكم مع القمر والعظمة دي واقول لكم سلام.